يزداد يوما بعد يوم فضح نظام المخزن المغربي، حيث أعلنت صحيفة الديبات الإسبانية أن لعبة المغرب المزدوجة قد باتت مكشوفة، فهو الذي يعانق إسرائيل باليد اليمنى وباليسار فلسطين. وأشارت الصحيفة أن النظام المغربي يتسم بالنفاق، ويحاول في كل مرة إعطاء أقل قدر ممكن من الأهمية للعلاقة مع الكيان الصهيوني باعتبارها خيانة واضحة للشعب الفلسطيني، وأن وزير الخارجية المغربي يروج لاتفاقية التطبيع بأنها فرصة للمغرب ليصبح وسيطا موثوقا مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل حل الصراع بينهما، إلا أن ذلك يعد مستحيلا في ظل حكم أكثر الحكومات اليمينية في إسرائيل، والتي تكن معاداة كبيرة للعرب، وهو ما يكشف نفاق المخزن المغربي على حد تعبير الصحيفة. وأشارت تقارير إعلامية أن وضعية العزلة التي أصبح يعاني منها المخزن المغربي، خصوصا بعد عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، جعلت النخب السياسية في المغرب تستجدي الوساطة الصينية لتطبيع علاقات المغرب مع إيران كإشارة مرسلة لجس نبض الكيان الصهيوني لإبداء موافقته أو رفضه لذلك